السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديروا واحد سلطه باللوبيا كتجي رائعه. اول حاجه كناخذوا اللوبيا كنرطبوها ليله كامله في الماء، من بعد تنديروها في الطنجره وغنديروا لها قبيصه ديال الملح. ما تكثروش الملحه باش دغيا طيب، والماء اللي غادي يسلق علينا ونسدوا عليها الطنجره ونتلاقاو بعد ما تسلق ليا اللوبيا. اللوبيا بعد ما سلقتها عندي هنا الزيتون كحل، عندي هنا بصله مرقده، عندي هنا كورنيشون قطعته رقيق، وعندي هنا فلفله صفراء يعني شحرتها حتى سخفات، يعني ماشي تشحروها بزاف تتسخف وحيدوها. عندي هنا بصله مشلضه، عندي كذلك الفلفله حمراء حتى هي نفس الشيء بالنسبه شحرتها شويه فقط مع شويه زيت وشويه ملحه. وعندي هنا الطون، وعندي هنا مطيشه حيت الزرعه وقطعتها. بالنسبه للمطيشه تقدروا تضيفوا طوماط سوريس، ما عنديش دونك غندير هاد المطيشه. بالنسبه لاصوص غادي نجمعوا هاد المقادير عاد غادي نضيفوا لاصوص. بالنسبه للطريقه غنضيفوا غناخذوا عفوا واحد السلافه ونديروا فيها اللوبيا. المهم حاولوا اللوبيا ما طيبوش بزاف. انايا كما كتشوفوا راه طيبتها شويه. هنايا عندي البصله مرقده، عندي هنا الزيتون، عندي هنا الفلافل ملونه، عندي هنا الصفراء، عندي كذلك الحمراء، عندي هنا مطيشه، وعندي الطون، كورنيشون، وغتضيفوا البصله مشلضه رقيق، وتقدروا تضيفوا حتى الجبن، تقطعوا طريفات وتضيفوه. هنايا ضفت المعدنوس. هنا بالنسبه للصلصه اللي غنخلط بها هاد اللوبيا، عندنا 3 المعالق ديال الخل ومعلقه صغيره ديال لاموطاد و3 المعالق ديال الزيت البلديه والمعدنوس. كنخلطوا والملح عفوا وبزار والمعدنوس. كنخلطوا هاد العناصر كامله هما اللي غنضيفوهم اللوبيا، ولكن ما تضيفوهم حتى تبغوا تقدموا الشلاضه ديالكم او السلطه. نتمنى في الاخير هاد السلطه ديال اللوبيا تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وإلا عجباتكم وبقيتو حتى لاخر الفيديو ما تنسوناش من اللايك والبارطاج، وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.